اتفضل. احنا جينا من جنوب سيناء في 84. العيله كلها قعدت في منطقه عزبه الوالده وعرب الوالده، ما بين العزبه والعرب يعني، وعين حلوان. هم الثلاث مناطق مش بعيد عن بعض قوي يعني. اكلمك الاول اقول لك على عزبه الوالده لانه ارتبط عندي ببعض الذكريات، وارتبط عندي بقى لما رجعت اقرا عن الموضوع نفسه. عزبه الوالده سالت نفسي وانا طفل كده مين هي الوالده دي. تمام. آه، زمان وطبعا واحنا اطفال نتصور ان هي كانت ست والده يعني، وتسمت العزبه باسمها يعني، ولكن هي الوالده ام الملك فاروق. تمام. الوالده ام الملك فاروق لما جت تختار منطقه زي منطقه حلوان، المنطقه اللي لحد دلوقتي موجود فيها نوع من القصور وموجود فيها بعض القصور القديمه. منطقه حلوان اللي كانت مشفى وكانت الناس بتروح تشتي فيها ويحضروا يعني ويستحموا بالمياه الكبريتية ويتعالجوا ويستشفوا في حلوان بشكل عام يعني. اشتهرت بالحمامات حمامات المياه الكبريتية ما بين الكبرتاج وعين حلوان يعني. تمام. فالوالدة ام الملك فاروق لما جت فاختارت انه يبقى في بعض الاراضي الزراعية اللي قريبة من البحر. تمام. اللي قريبه من البحر، بعض الاراضي الزراعيه دي، انها تبقى العزبه بتاعتها ويبقى القصر بتاعها موجود. في عندي مانجا وفي عندي القصر بتاعها موجود في يعني. لما اختارت ام الملك فاروق انها يبقى لها قصر في منطقه عزبه الوالده، فكانت الناس جابت بعض الناس اللي هيقوموا على مصالح العزبه دي ما بين غفر وما بين فلاحين بيزرعوا وبيقلعوا وسياس للخيول اللي كانت موجودة، وكل ما تتطلبه العزبة من وجود بعض الأشخاص اللي هيقوموا بدور أو بعمل داخل العزبة دي. اقتصاد كامل يعني. يعني كان هي عملت مدينة أو عزبة زي ما بيقولوا. كانت بتيجي فيها فترات معينة في القصر، اللي هو القصر ده اللي تحول بعد كده إلى مدرسة سميت بمدرسة المأمورية. بعد طبعا 52 تحول الموضوع إلى تحويل بعض القصور القديمة بعد تأميمها يعني إلى مدارس حكومية. تمام؟ تمام. كمان في الفترة دي كان عبد الناصر طبعا ملك الناس اللي كان عنده قيراط ولا قيراطين، ملكه اللي كان بيشتغل في مكان بقى المكان بتاعه تبع الإصلاح الزراعي. في الحادثة الشهيرة اللي قام بيها عبد الناصر، أو تقسيم الإصلاح الزراعي على الفلاحين اللي موجودين لتطبيق نظام كان يراه عبد الناصر نظاما صالحا يعني. وانا لا اختلف معه يعني، مش مختلف مع ان ده تم، لانه احنا استفدنا طبعا من ده. فام الملك فاروق عملت العزبه دي بكل ما تتطلبه من عمال، واستمر الموضوع لحد طبعا 52. وبعد كده فضلت العزبه دي بالاراضي الزراعيه موجوده. الناس بقى تكاثرت وبقى في عائلات. تمام. اختلفت طبيعه المناطق دي كمان بعد ما عبد الناصر عمل المصانع في حلوان. ومن هنا دي كانت النقطه الحقيقيه اللي تحولت فيها حلوان من منطقه تعتبر مشفى الى منطقه صناعيه يعني تعج بالدخان وبكل الاشياء اللي لوثت هوا حلوان يعني. انا ودي بدايه حقيقيه للعشوائيات. ودي بدايه حقيقيه للعشوائيات، وكان بدايه حقيقيه برضو لفكره ان انت حولت منطقه ومكان جميل الى منطقه صناعيه، منطقه كانت زراعيه تم تجريف بعض الاراضي فيها عشان خاطر ايه؟ يبني مكانها مصانع. الناس هجرت الاراضي الزراعيه بتاعتها عشان خاطر يعني المقوله اللي بتقول ان فتك الميرة مرمى التراب يعني. فالناس كانوا عايزين وظيفه حكوميه واجر ثابت وبتاع. هو بيرمي القمح ولا بيرمي الذره ولا بيرمي البرسيم ولا بيرمي، ويقعد يستنى لحد ما الدنيا. طب وانا ليه؟ ما عندي وظيفه بيجيب لي اجر شهر. طبعا مش كل الناس عملت كده، نسبه معينه من الناس هي اللي عملت كده. تمام. طيب هنا برضو قبل ما نتطرق بقى نكمل الشق التاريخي، برضو احنا بنتكلم على انفعالك انت كشاعر بذكريات المكان نفسها. ده هجيلك انا في ده. ماشي. بس انا كان ضروري يبقى في عرض تاريخي طبعا. هنا بقى كمان كان في حاجه مهمه جدا، لانه من هم وما هي طبيعه الاشخاص الذين عملوا في المصانع التي اسسها عبد الناصر في منطقه حلوان. ده مهم جدا. تمام. طبعا.
اشخاص اللي جايين من الصعيد وجايين من البحري وجايين من مناطق بعيده، جايين عشان الوظائف، يشتغلوا في الخراطه ويشتغلوا في مصانع السيارات ويشتغلوا في مصانع الصلب ويشتغلوا في المصانع دي، فلازم يبقى لهم سكن جنب المكان. فسكنوا في عزبة الوالدة وعرب الوالدة، ومن هنا زي ما انت بتقول بدأت، حتى ما كانش فيه تأسيس لبعض المساكن اللي تدي مساحة للناس، يبقى فيه حتى شكل حضاري منظم. كان في تجارب قليلة زي المساكن الاقتصادية مثلا، وزي بعض المساكن الأخرى اللي كانت موجودة لسكنة الناس، تمام. ولكن ظهر بقى العشوائيات، اللي عنده حته ارض تم تجريفها بنى عليها، تمام. ناس كتير هجرت الاراضي الزراعيه. عين حلوان اللي كانت مشفى وكان الناس بتروح تتعالج بالمياه الكبريتيه، تمام، فضلت تستمر شويه، الناس بيزوروها كمزار سياحي، يعني في الاعياد يروحوا يقعدوا في الجناين وفي وسط الشجر والحاجات والورد والحاجات دي، تمام. واحده بواحده لحد ما جينا عند السادات. ف من ضمن الموروث اللي انا ما اعرفش مدى صحته، يعني كام في المية، يعني انه السادات في فترة من الفترات، ودي الموروثات اللي احنا يعني طلعنا عليها في حلوان وفي عين حلوان، انه عين حلوان المنطقة الجميلة دي اللي المية كل ما يمنعوها او يقفلوها تطلع في مناطق اخرى وما يقدروش يمنعوها. فبيقولوا بعض الاساطير اللي بتقول انه لما السادات حب يعمل لها تيكت بفلوس، يعني تحولت المياه الى دماء، يعني تمام، العيون دي بقت تطلع دم. يعني دي بعض الاساطير اللي يعني ما لهاش يعني اساس من الصحه، ولكن هي اساطير تنقلها بعض الناس في ايه، في المناطق دي، تمام. هنا يجي بقى النتاج اللي تم، الناس اللي طلعت، الاطفال اللي كبرت، واللي هم ما بين ناس جايين من الصعيد يشتغلوا في المصانع، ما بين فلاحين في الارض الزراعيه، ما بين غفر كانوا بيحرسوا العزبه، وما بين مش عارف ايه، طلع خليط من الناس كده او جينات معينه، وما بين بدو جايين سكنوا في مناطق معينه للحراسه وللرعي كل التفاصيل دي، تمام. فخرج شكل ناس، تمام، او طبيعه ناس ليهم طبيعه خاصه، ما تقدرش تفهم هو صعيدي، يعني هو صعيدي ولا فلاح ولا ايه، عنده لكنه في كلامه في بعض الحاجات، ما بيمطش حرف، بس ممكن تلاقي اللكنه دي تبان، تعرف انه من منطقه عرب الوالده او عزبه الوالده، بسبب الخليط اللي تم ما بين التزاوج ما بين الناس والحاجات. بس ده يخلينا نفكر ايه اللي خلى البدو يعني ينزلوا في المنطقه دي تحديدا من الاول خالص. طب قبل ما نكمل خلينا ناخد كده راحه شويه ونكمل تاني.